النادي الأهلي بيخسر من بالميراس 2-0 الحقيقة في شوط أول جيد جدا بأداء النادي الأهلي، ولكن للأسف تفاجأنا إن الأهلي مغاير تماما الشوط الثاني وأداء صعب جدا جدا بصراحة. وده للأسف اللقاء الثاني على التوالي إن النادي الأهلي بيلعب الشوط الأول كويس جدا وبنظام وبتكتيك، وده نفس اللي حصل قصاد انتر ميامي في المباراة الافتتاحية، ولكن تفاجأنا بمستوى مغاير وأداء مختلف تماما الشوط الثاني. فالحقيقة ده لغز كبير جدا من المفترض ان المدير الفني يكتشفه مع الوقت، لان بنلاقي الشوط الثاني فيه تراجع رهيب وسوء تمركز وكمان عدم تركيز من لاعبي النادي الاهلي، وده اللي شفناه في سوء تمركز مروان عطية في الهدف الثاني اللي بشكل او باخر بيحلق على الكرة بشكل مستهتر جدا، وكمان وقف مكانه وما رجعش ان هو يضغط على اللاعب قبل ما يستلم الكرة. في لغز كبير كان عند لاعبي النادي الاهلي، وده اللي هنكتشفه مع بعض، لان الحقيقة الشوط الاول بيلعبوه بشكل منظم بشكل تكتيكي معين، لعيبه حافظه اماكنها في الملعب وبتضغط بشكل محترم، ولكن الشوط الثاني بتلاقي الفرقه مفككه تماما، وللاسف النادي الاهلي استقبل هدفين في الشوط الثاني.